الممثلات، الممثلات في السينما المصرية ليهم أهمية كبيرة جدا، ما تقلش عن أهمية الممثلين الرجالة من حيث الأداء التمثيلي. عندنا في تاريخنا ممثلات أقوى من ممثلين هوليوود زي فاتن حمامة وسعاد حسني، جبابرة يعني. في الألفية الجديدة بقى ظهر جيل ما يقلش حاجة أبدا عن الجيل القديم. طبعا السينما المصرية عمرها ما هتمر بفترة زي فترة فاتن حمامة طبعا، لكن ده ما يمنعش إن في أدوار تقيلة جدا في الألفية الجديدة. ففي الحلقة دي هنتكلم عن أفضل 20 دور لممثلات في الألفية الجديدة. فسلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. شفت ايه يا بنت؟ شفت ابويا وقرابي شايلين واحده ورماها في الحفره. عارفه لو نطقتي بكلمه من اللي شفتيه ده ولا جبتي سيرته لحد انا هنعمل فيك ايه؟ يعني هنقطع جسمك ده نساير بالسكينه، وهنرموك وياها في الفحة، ونجيبوا تراب وندبدبوا عليكي برجليا. سامعه يا بنت؟ نبتدي بالدور رقم 20 معانا، وهو دور الممثلة التونسية هند صبري بدورها في فيلم أحلى الأوقات بشخصية يسرية. أداء عبقري من العبقرية هند صبري. دورها في الفيلم كان متطلب إنها تكون ست شعبية من أحياء شعبية، بالتحديد حي شبرا، وهي نجحت في ده فعلا. مع إنك لو جيت بصيت كده على هند صبري هتلاقي إنها من تونس، فإزاي بقى قدرت تعمل شخصية شعبية ليها أبعاد كبيرة جدا زي دي؟ وتحدي كبير جدا من هند صبري نجحت فيه وببراعة. الدور رقم 19 معانا، وهو دور الممثلة جامدة جدا حنان ترك بدور إبراهيم الأبيض في فيلم إبراهيم الأبيض. كمية مشاعر وأحاسيس من الفنانة حنان ترك، مع إنها ظهرت في 4 مشاهد بس من الفيلم، بس تفوقت على نفسها في الكام مشهد دول وسابت بصمة كبيرة في الفيلم العبقري ده. هو حد يدوس عليك؟ لو حد داس عليك مرة هيدوس عليك على طول. مالك؟ متخافش، انت مش هتشوفني بس انا هشوفك. الدور رقم 18 معانا، وهو دور الفنانة الشاملة دنيا سمير غانم في فيلم الفرح بشخصية سمير. أنا بالنسبة لي ده أقوى دور للفنانة دنيا سمير غانم، تغيير جلد كامل في الدور ده أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وفكرة الدور ذات نفسه رهيبة، إن كل المناطق الشعبية فيهم واحدة زي سميرة اتفرض عليها الشغل وإنها تصرف على أمها وأخواتها، فلازم وتمشي بمطوة، ده زائد المنطقة اللي هي عايشة فيها اللي متطلب منها إنها تدافع عن نفسها، ويا ريتها شغالة في حاجة عادية، دي شغالة في البيرة، فلازم تكون واد. أداء عبقري من دنيا سمير غانم، لأنها كمان بنت زواد في الحقيقة، بنت الفنان الكبير سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ربنا يرحمه. فإنها تنزل وتشوف الشخصية دي تتعمل إزاي وتعملها بالطريقة دي، فشابوه دنيا سمير غانم. دور رقم 17 معانا، وهو دور المبدعة ريهام عبد الغفور في مسلسل زي الشمس بشخصية فريدة، ومسلسل من بطولة دينا الشربيني. بس دور ريهام عبد الغفور غطى على دينا الشربيني وأحمد السعداني وكل اللي في المسلسل، اللي هو المفروض دورها دور تاني في المسلسل، بس أنا شايف إن هي البطلة الأولى للعمل مع احترامي الشديد لدينا الشربيني. الدور رقم 16 معانا، وهو دور الموهبة الرهيبة نيللي كريم بدورها في فيلم اشتباك شخصية نجوى، فيلم مرشح لتصفيات الأوسكار. عايز يبقى عامل إزاي؟ ده غير أداءات الفنانين كلهم بلا استثناء. يعني أنا بالنسبة لي ده أفضل دور لأحمد مالك مثلا، بس نيللي كريم في حتة تانية. نيللي كريم من غير ما تتكلم ولا كلمة أنا فهمت هي عايزة تقول إيه. الدور رقم 15 معانا، وهو دور هند صبري في فيلم إبراهيم الأبيض بشخصية حورية. نفس الكلام اللي هقوله على الشخصية دي ونفس الكلام اللي قلته على شخصية يسرية في فيلم أحلى الأوقات، اللي هو الشخصية تحسها من الشارع من المجتمع، واقعية جدا، طريقة الكلام والشعر الأكرت أو المجعد، كل التفاصيل دي تخليك تصدق إنها من منطقة شعبية جدا. وأكتر حاجة بتميز بيها هند صبري من وجهة نظري وهي الأداء الواقعي. الدور رقم 14 معانا، وهو دور غادة عبد الرازق في مسلسل مع سبق الإصرار بشخصية فريدة رفعت. دور من أروع ما يمكن، ممثلة عندها أداء تمثيلي فريد من نوع، قوة أداء رهيبة من غادة عبد الرازق في الشخصية دي. ممثلة كنا ممكن نطلع منها أداء لأدوار كتير أكتر وأكتر، بس المخرجين لحد الآن ما استغلوش الموهبة العظيمة دي. نيجي للدور رقم 13 معانا، وهو دور الممثلة نيللي كريم في مسلسل سجن النساء بشخصية غالية. قمة الأداء التمثيلي لنيللي كريم في الدور ده، أداء رهيب، ومسلسل ليه شعبية كبيرة جدا وهيفضل ليه شعبية كبيرة جدا ل20 سنة قدام. الدور رقم 12 معانا، وهو دور هند صبري في فيلم الفيل الأزرق بشخصية فريدة عبيد.
مش هتكلم عن الأداء المرعب لهند صبري في الفيلم ده، مش هقول إن المكياج والعدسات اللي حطاها هي اللي خوفتنا، لما شالتهم برضو خوفتنا، أقنعتنا إن هي ملبوسة فعلا في الدور ده، ممثلة من أتقل النجوم اللي في الساحة الفنية. الدور رقم 11 معانا وهو دور نيللي كريم برضو في تحت السيطرة بشخصية مريم. في ناس هتقول لي يا عم يا القايمة كلها هند صبري ونيللي كريم، هقول لك إننا لو جينا بصينا على الألفية هنلاقي 4 ممثلات هم اللي على الساحة: منة شلبي، نيللي كريم، وهند صبري، ومنى زكي، وطبعا العبقرية عبلة كامل. فطبيعي هتلاقوا القايمة كلها أدوار اليوم. المهم نرجع لشخصية مريم في تحت السيطرة. ملكة الأدوار المركبة الصعبة في الدراما المصرية هي نيللي كريم، بس مش عارف هي الكام سنة اللي فاتوا دول مش عايزة ترجع بقوة ليه. الدور رقم 10 معانا هو دور أفضل ممثلة وأفضل موهبة في الألفية الجديدة، وهي منة شلبي في مسلسل بيطلع الروح بشخصية روح. الإبداع ده وإيه العبقرية دي يا منة يا شلبي، فنانة معجونة تمثيل، أداء عبقري وقوي جدا من منة شلبي في الدور ده. نيجي للدور رقم 9 معانا وهو دور الممثلة المبدعة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية اللي اتعرض في الموسم الرمضاني ده. شخصية حنان، طريقة كلام، تعابير وش، ماشية مختلفة بجد في الدور ده. منى زكي أكدت إنها غول تمثيل. الدور رقم 8 معانا وهو دور العظيمة العبقرية عبلة كامل في فيلم بلطية العايمة بشخصية بلطية أو سيدة عبد السلام. إبداع ما بعده إبداع من أم الدراما والسينما المصرية عبلة كامل. أدائها في إنها تعمل بيتخطى كل حدود الإبداع. نفسنا كلنا المبدعة الجميلة عبلة كامل ترجع للساحة من تاني، لأنها بجد مش أي حد، دي من أتقل الممثلات اللي جم في تاريخ مصر. الدور رقم 7 معانا وهو دور منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن بشخصية هنا. هنا بقى منى زكي أدائها تخطى كل حدود الإبداع، وبالذات مشهد الولاد اللي أكد لنا إن في ممثلة عندنا تقدر تنافس ممثلات بره. الدور رقم 6 معانا وهو دور العبقري بكل المقاييس، دور الفنانة الرائعة نيللي كريم بشخصية زيد في مسلسل بنت اسمها زيد. أداء تخطى كل حدود الإبداع، من ممثلة أدائها الدرامي رهيب وعبقري ومستحيل تمل من مشاهدتها في الدور ده. مسلسل عبقري من إخراج مخرجة عبقرية كاملة أبو ذكري. الدور ده هيفضل عايش معانا لسنين قدام. الدور رقم 5 معانا وهو دور العالمية منة شلبي في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة بشخصية نور. الدور ده اترشح لجوائز الإيمي العالمية كأول ممثلة عربية يتم ترشيحها لهذه الجائزة العالمية، فأنتم متخيلين بقى الدور ده هيبقى عامل إزاي. الدور رقم 4 معانا هو الدور العبقري من هند صبري في الفيلم العبقري أسماء بشخصية أسماء. أقوى أداء لهند صبري على الإطلاق، ملكة الأدوار الواقعية في السينما المصرية. الدور رقم 3 معانا هو دور العبقرية اللي مش واخدة حقها 3 جنيه، الفنانة سوسن بدر نفرتيتي السينما المصرية، شخصيتها في فيلم الشو، الشخصية الجميلة شخصية فاطمة. الفيلم ده دخل ترشيحات الأوسكار. بجد يا جدعان سوسن بدر دي ممثلة جبارة، من الممثلات اللي بتستمتع بقدرات عالمية لا تقل أبدا عن يسرى، لا ده بالعكس أفضل منها كمان. ممثلة أتمنى أشوفها بتستلم جايزة تليق بحجمها وبمشوارها الفني الكبير. الدور رقم 2 معانا وهو دور العبقرية عبلة كامل في مسلسل رايا وسكينة بشخصية رايا. ممثلة فقط كل حدود التمثيل في الدور ده. سمية الخشاب تحس إنها مش موجودة في المسلسل ده من قوة أداء عبلة كامل. قد إيه عبلة كامل أرعبتنا بأداء ده في المسلسل ده، وأرعبتني أنا شخصيا وأنا صغير بسبب أدائها المرعب ده. وهقولها مرة واثنين وثلاثة، احنا بجد مفتقدين عبلة كامل في السينما والدراما المصرية. انك تعترفي زيها. دي مرة خمرجية، كلامها ما يمشيش عليا. هي تعترف زي ما هي عايزة، لكن تجر رجليا معاها لا. دور رقم 1 معانا في القائمة وهو دور منة شلبي في فيلم نوارة بشخصية نوارة. معرفتش أشوف أقوى من الدور ده أحطه رقم 1 في القائمة. الإبداع ده يا منة يا شلبي، إيه لغة العيون دي. منة شلبي خدت كل الجوائز عن الفيلم ده، بجد شابوه منة شلبي عن الدور الحكاية ده. بس كده انزل بقى اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك والحاجات الجميلة دي عشان ببسط. بس كده كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بتتر النهاية يا ابني.